السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض اسهل تورته ممكن تجربوها باقل تكاليف، وان شاء الله تعملوها وتطلع معاكم حلوه جدا. هنعملها النهارده بدقيق جاهز. هي دقيق اسبونج بيجي من عند العطار او عند اللي بيبيع الحاجات اللي هي مستلزمات الحلواني. عباره عن نص كيلو دقيق فانيليا. انا مش هعملها بشوكولاته، هعملها فانيليا. بيبقى في كل حاجه. انت بقى تحضري معايا؟ تحضري 4 بيضات، وهتحضري 3 ارباع كوبايه ميه، وهتحضري كيسين فانيليا. هي دي بس المكونات. الاهم من ده كله بقى ان احنا هنحتاج عجان عشان يخلط الحاجات دي كويس جدا عشان نطلع النتيجه اللي احنا دلوقتي هنشوفها مع بعض. بتحطي كل المكونات مع بعض، بتحطي هنا الدقيق مع وبيبقى فيه سكر، بيبقى فيه كل حاجه. هتحطي الدقيق وبعد كده تنزلي بال4 بيضات. البيض بتاعي بلدي مش وزاره. كل ما يكون البيض بلدي بيدي النتيجه حلوه قوي في الكيكه. وبعد ما نزلت بالميه هنزل بالبيض والفانيليا. وهتضربي بقى العجان بتاعك، هتسيبيه حوالي مش هيقل عن 10 دقايق عشان يديكي نتيجة حلوة زي ما انتم شايفين كده. الموضوع سهل جدا ودي ما بتاخدش تكاليف كتيرة. زي الكيك اللي انت هتعمليه من البيت بقى، اللي انت مش هتجيبيه مثلا، مش هتجيبي دقيق سبونج وهتفصلي البيض عن الصفار، وموضوع كده كبير. فانت كده بتريحي نفسك، تحطي كل المكونات على بعضها وتطلع معاكي احلى كيكة ممكن تيجي تجربيها بصراحة. زي ما قلت لكم هتسيبيه مش اقل من 10 دقايق عشان يطلع معاكي النتيجة حلوة. اي عجان، مش شرط عجان يعني ده. يعني عجان مش من اللي هو الجديد ده. بس ادينا نتيجة حلوة قوي. هنقول تاني، هنحط النص كيلو دقيق الاسبونج، و4 بيضات، وكيسين 2 فانيليا. تمام. وتلات ارباع كوباية مية صغيرة، مش يعني مثلا بتاعة الشاي. حطي حوالي 3 ارباع كده. ببدأ ان انا بوقفه كده كل دقيقتين، وابدأ اقلب عشان اللي في الجناب ينضرب كويس. بصوا زي ما انتم شايفين كده. لان هو مش بيجيب الجناب، انا اللي بتنين اقلب كل شويه عشان يجيب يعني يجي في النص ويتخلط كويس. كل دقيقتين كده تبداي تقلبي، وبعد كده هتيجي نتيجه. بصوا يعني قرب اهو. هو بالظبط خد مني 10 دقايق، وكان بصراحه مديني افضل نتيجه في الكيكه، بجد جميله جدا. بصوا ما شاء الله بقى زي الكريم جانتيه بالظبط. اول ما نوصل للقوام ده كده انت تمام، انت ماشيه مظبوط. هتشيلي بقى العجان بتاعك خالص كده، وتبداي الخليط بتاعك هتحطيه في صينيه تكون عاليه. طب انا ما كانش عندي صينيه عاليه، عملته شفت مثلا اللحوق بتاع الرز المعمر ده، عملته فيه اهو. تمام. دهنتها زيت كويس او الزبده، وهبدا ان انا انزل آه، بالعجين الكيكه بتاعتي. شوفوا ما شاء الله قد ايه حلوه جدا. هو ده نجاح الكيك الاسفنجي، الطريقه دي. انا كده هبدا اسويها، حتى لو مسويتهاش مش هيحصل حاجه، بحطها كده عادي مفيش مشكله. هتتحط على بقى درجه الحراره؟ هتسخني الفرن قبلها ب10 دقايق. يعني وقت ما تبداي في الكيكه هتبداي تسخني الفرن، وهتخلي الفرن بتاعك على 200 الاول. واول ما تيجي تحطي بقى الكيك هتخليه على 170 او 180، ما يزيدش عن كده. تمام. وبتحطيه على الشبكه اللي في النص، ما بتحطش في القعر خالص اللي هو تحت. اكتر حاجه بتخلي الكيك الاسفنجي بيطلع كويس الفرن الغاز، او الفرن اللي بالكهرباء. الفرن قصدي مش الغاز، الفرن بتاع البوتاجاز، فرن البوتاجاز. وده شكل الكيكه بتاعتنا بعد ما طلعت ما شاء الله حلوه قوي. سوقتها للاسف الحته بتاعت اللي التزويق اتقطعت مني. انا عملتها على شكل قلب كده، بالشكل ده كان عندي القالب بتاع القلب، وقطعتها وده كان شكلها. اتمنى كنت عجبتكم. اعملوا لايك بقى.